مستمعينا أهلا بيكم في حلقة جديدة معاكم زينب مصطفى من برنامج ربع أبيض. كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة. في ناس كتير بنلاقيهم دايما متضايقين من حياتهم وعلى طول متذمرين وبيشتكوا من كل حاجة حصلت معاهم، زي ما بيقولوا كده مش عاجبهم العجب. الناس دول دايما هتلاقيهم بيحقدوا على غيرهم، مش فالحين غير في الشكوى وبس. مهما كان في ايديهم من نعم كتير برضو بيفضلوا باصين على اللي في ايدين غيرهم. لازم نكون عارفين ان النعم مش بس فلوس، النعم حاجات كتير جدا في حياتنا واحنا مش واخدين بالنا منها، زي مثلا صحتك، انك كل يوم تقوم الصبح، انك بتمشي من غير مساعدة حد، عيلتك، انك تصحى تلاقي نفسك وسط عيلتك، صحابك اللي معاك برضو نعمة، زوجتك نعمة، اولادك برضو نعمة. كل دي نعم واحنا مش حاسين بيها، وطبعا كتير وكتير لو قعدنا نعد في نعم ربنا اللي ادهلنا مش هنخلص. بعد كل النعم دي ولسه برضو مش راضين، في حديث بيقول: تشاء يا عبدي وأشاء، فإذا رضيت بما أشاء أعطيتك ما تشاء. احنا لازم نرضى بكل حاجة بتحصل لنا، لأن ورا كل حاجة بتحصل لنا شيء خفي انت ما تعرفوش. الشغل اللي انت مستنيه مجاش نعمة، العريس اللي سابك نعمة. في حديث بيقول: لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. احنا لازم نرضى بكل شيء بيحصل لنا سواء خير او شر، واصلا مفيش حاجة بتحصل لنا شر لان كلها تدابير من ربنا. معنى الرضا مش بس نقول الحمد لله، لا، احنا لازم نحس باللي بنقوله، انك تكون راضي نفسيا عن كل حاجة بتحصل لك ومتقبل كل شيء ومبسوط. انتوا عارفين احنا ليه تعبانين نفسيا؟ لكل ما تشوفي حد من صحباتك اتخطبت او اتجوزت، او انت لما تشوف زميلك في الشغل اترقى تقعد تغل وتحقد في نفسك كده علشان انتم مش راضيين. الرضا ان مهما الدنيا ورتك مقاسي تكون راضي ومتأكد ان ربنا كاتب لك الخير. لو جربت وانت معدي في الشارع مثلا تسمع قصة بياعة غلبانة، هتحس بالمعنى الحقيقي بالرضا. عارف، لو اقتنعت باللي معاك فعلا صدقني هتعيش رضا وراحة بال وهدوء نفسي غير طبيعي. كل واحد فينا مرت عليه أزمات صعبة كتير، بس اللي قدر يتخطاها صح اللي رضي واقتنع وسلم أمره ربه. أجمل حاجة في الكون إنك لما تدخل تنام وتحط راسك على المخدة، حتى لو معكش فلوس لبكرة، بس إنك نايم مرتاح، لا بتحقد على حد ولا بتغل على حد ولا بتحسد، بس انت نايم راضي وفيك راحة الدنيا وعارف إن ربنا مش هيسيبك. افتكر دايما نهاية الطريق نور، وإن طول ما انت راضي بقدرك ربنا هيكرمك وهيحقق لك كل اللي بتتمناه. وحط الجملة دي دايما قدام عينك: الرضا بقضاء ربنا مفتاح الفرج. مستمعينا، خلصت حلقتنا النهاردة، استنوني الأسبوع اللي جاي مع جزء جديد من ربعنا الأبيض. كنت معاكم زينب مصطفى من برنامج ربع أبيض.